السلام عليكم يا جماعة الخير. النهاردة جايين لكم بخبر ناري عن أعمال رحال البحراوي وأمير المصري الجديدة. المرة دي جايين بحاجة تقيلة جدا، فيلم هيقلب الموازين. القصة عن مواجهة من نوع خاص، رحال البحراوي في دور ضابط في الجيش الإسرائيلي، وأمير المصري في دور المقاوم الفلسطيني اللي هيعرف يجرهم للرعب والجحيم اللي عمرهم ما شافوه قبل كده. في يوم رحال بيكلم صديقته في الجيش ويقول لها: أنا معايا لعبة مسلية، لعبة هتخليكي تعرفي معنى الخوف. اللعبة دي مش أي لعبة، الويجا. من هنا كل حاجة بتبدأ تتحول لكابوس. أمير المصري بيحاول يفتح الباب ويهرب وسط زلزال بيهز المكان، لكن فجأة رحال البحراوي بيظهر له ومعاه شبح من لعبة الويجا. الشبح ده بيخلي رحال وصديقته يغمى عليهم. أمير بيفوق يلاقي نفسه ماسك المفتاح، بس الغريب إنه مش بيفتح. البنتين اللي معاه واقفين مرعوبين، مش واثقين إذا كان هو السبب في اللي بيحصل. وبينما الفوضى عايشة في المكان، رحال بيكتشف أصدقائه في الجيش ميتين بطرق غريبة، وبيشوف شبح بيحرق علم إسرائيل. مشهد يبرد القلب. ولو الفيلم ده جاب تفاعل كبير، استنوا الجزء التاني. المرة دي هيكون في ضربة حماسية وأسرار محدش يعرف يحلها. لو عجبكم الكلام ما تنسوش اللايك والاشتراك، واكتبوا في التعليقات: الصلاة على النبي سلام.